آسف جدا جدا على التأخير اللي صار على البارت الثاني. أنا طالب أدام في الكلية وعندي اختبارات وفاينل مدري شنو، توي عطلت السموحة على التأخير في البارت الثاني، كانت عندي اختبارات فاينل. ما بيطول عليكم في المقدمة، لكن حاب أقول لكم البارت هذا كله جن بجن وسحر، ويعني اشياء أنتم تحبون تتعمقون فيها بزيادة. لا تحرمونا من دعمكم، وكفو عليكم على البارت الأول. ادعسوا بالدعم والكل يسوي لايك، لا تقول لايك واحد لا ما يأثر، لا أنت سوي لايك وغيرك يسوي لايك، وتجي نوصل عدد كبير من اللايكات. حبايب قلبي البسوا السماعات ووسع خيالك كثر ما تقدر، وعط نفسك انك انت بطل القصة واللي تصير فيه احداث القصة. اخليكم مع المقطع. البس السماعات ووسع خيالك. بعد ارتباطي بعالم الجن بديت مشوار جديد، مشوار في عالم آخر. الحين تبون تسألوني يا راد شنو اللي استفدت وعرفت من عالم الجن أو عالمي الآخر؟ العالم اللي ما توقعت يوم من الأيام أني أعيش فيه، ويتغير عالمي البشري وأصبح وحيد بعالم غريب. صرت أشوف الجن يميني ويساري والوضع عادي ولا كأنهم شيء مرعب. أصلا بالأساس هذيل جماعتي، أذكر لكم أشكالهم وأنواعهم وأسمائهم، أذكر كل شيء حدث لي في التفاصيل. أشكالهم عكس ما تتصورون، بس حاب أوضح لكم معلومة، ترى في جن يطير، وفي جن يتشكل، وفي جن ينتقل من مكان إلى مكان بسرعة، وإلى آخره من أشكال الجن. وأما أنواعهم من عمله تعرفوا شنو؟ في صاحب الغائد وفي حارس الغائد. إيه صح، على طاري الغائد ما عرفتكم عليه، هو غائد هذا الجبل والكهوف، وهو غاد هذه العشيرة اللي تسكن في هذا الجبل، ومن عشيرة جن، وكان اسمه شوما. وكان حارس الشخصي هو الساحر اللي دخلني عالمهم. المهم نكمل لكم انواعهم. نفس ما قلنا فيهم صاحب الغائد، وفيهم حارس الغائد، وفيهم من يسحر الناس، وفيهم من يخدم الناس، وفيهم من يضر الناس. كان كل هذا يصير في جبلنا، جبل الجن. تعرفت على انحاء الجبل وعرفت كل شيء وحفظت كل شيء، كله من الساحر علمني ووصف لي كل المكان. صرت أعيش هنا في هذا الجبل، صرت أعيش على ذاك الجبل، عشت وترعرعت بين ذيك الكهوف. بعد مدة ما أذكر كم، لأن حنا دوم نعيش في ظلام، فما أعرف كم يوم مر علينا. طلب الغائد مقابلتي، وكان أخطر يوم في حياتي، لأن الغائد شديد حيل والقتل عنده بأبسط الحاجات. أخذني الساحر الأفريقي ووداني لقصر القائد. كانت الحراسة بكل مكان، وهنا نصعد ذاك الدرج الكبير، ويميننا ويسارنا كله جنود ومدرعين. عارف اللبس الحديد القديم حق الجنود في العصور الوسطى، خوذة من حديد وماسك بيده درع وبجنبه سيف وظهره عليه رمح، جنود اشكالهم الحالة تخوف. كيف شكل القائد؟ المهم حنا نصعد ذاك الدرج وماسك بيدي الساحر، وهو يسولف ويقول هنا تصير وتحدث حروب ومعارك نفسكم يا البشر. وقفنا عند باب حديدي كبير والزخرف على الباب والجدران. افتحوا الجنود الباب ودخلنا ذاك القصر. كانت الإضاءة كلها عبارة عن نار، وكل الرسومات يمينك ويسارك، وكل رسمة لها معنى. هنا اسمع ذاك الصوت اللي يصفق. ابتسم الساحر وقال هذا الغائد يرحب فيك. بعد ثواني وهنا شفت الغائد، صرت ابتسم وسلمت عليه، وفرحت كثير لما شفته. جلس الساحر على ركبه، وبقيت انا واقف وما اعرف شو اسوي. سحب يد الساحر وقال اجلس عندي. وليش انت واقف قدام الساحر بهالشكل؟ استغربت وقلت انت ليش اللي قاعد كذي؟ قال هذه تحية للغائد. ضحك الغائد وقال اتركه، توه راح يتعلم كل شيء مع الوقت. بدأ الغائد في موضوعه وآمرنا في مهمة انا والساحر، وكانت المهمة عبارة عن مستكشفين جبال وكهوف، يبون يدخلون جبلنا وكهوفنا، والمطلوب ان نقتلهم ونتخلص منهم. هم 3 من الاشخاص، رجلين وبنت، وهم من مستكشفون امريكا. ناظرت في الساحر وانا ابتسم وكأني انتظر المهمة من زمان، وقلت للغائد ومتى هاليوم؟ قال فجر الاثنين، يعني بعد 3 ايام في الضبط. طلعنا من القصر وصرنا نمشي انا والساحر في انحاء الكهوف والجبال. قال راح تكون مهمة جميلة وسهلة، بس لا تستصغر الوضع، قد يكون صعب من ناحيتك انت، لان اول مهمة تكون لك. اتمنى ان تكون مهمة جيدة. طقت فقال وداع نراك لاحقا. صرت افكر حيل بالمهمة، شلون وكيف بنتخلص منهم، بس صراحة كنت حيل متحمس.
بعد 3 أيام تواجهت أنا والساحر وننتظر قدوم الكشافة أو المستكشفون، وحنا الحين الفجر وظلام جدا. كنا فوق قمة الجبل ونراقب جميع التحركات اللي تصير حول الجبل. بعد دقائق شفنا نور السيارة كانت قادمة نحو جبلنا، وعرفنا أنهم هم المستكشفون. تتوقعون من اللي كان يسوق فيهم ومن اللي وصلهم للجبل؟ كان هو اللي يسوق فيهم عبد القادر. أنا انصدمت، بس يلا ما علينا، الآن أنا منهم وفيهم. ضرب كتف الساحر وقال روح لسيارتهم وادخل معهم واعرف وش يبون يدخلون أول كهف. طبعا من صفاتي أنا كجدني اختفيت وصرت وياهم في السيارة بدون ما يدرون، وصرت أسمع خططهم وكلامهم بالتفاصيل. وهنا سمعت منهم يبون يروحون للكهف اللي على اليمين وهو أول كهف في الجبل. طلعت من السيارة ورجعت للساحر وأعطيته المعلومات أنهم يبون يدخلون أول كهف على اليمين. بعد ما عرفنا خططهم وحنا الآن بدأت خططنا الجنونية والمرعبة. وصانا الساحر على قتل أحدهم وكان اسمه إليكس، وهو أمريكي في السن 31، شاب استكشف الكثير من الجبال لكن على جبلنا لا يستطيع. وقفت سيارة المستكشفون ونزلوا كلهم واتفقوا على أنهم يتصلون على عبد القادر إذا انتهوا من مشوارهم. راح لعبد القادر وبقوا الثلاثة لحالهم نشوف انوار كشافاتهم من بعيد. اول ما صاروا يمشون اتجاه الكهف حنا انفصلنا بسرعة وانطلقنا بسرعة للكهف، وهم الان داخل الكهف وحنا الان داخل الكهف، وصرنا كلنا متقاربين جدا البعض، بس حنا نشوفهم وهم يشوفونا وسط الكهف والظلام، واصوات معداتهم وخطواتهم. اذكر كل هذا في التفاصيل. تحرك الساحر وهو متعمد يطلع صوت. هم خافوا وتراجعوا شوي، بقوا واقفين وخايفين من الصوت، لكن بعدها كملوا وتعمقوا في الكهف أكثر وزيادة. وهنا وصلوا عند باب خشبي قديم، وقفوا قدامه هم يحاولون يفتحونه بالمعدات اللي معاهم. طلب مني الساحر اني استدرج إليكس بطريقتي الخاصة واعزل عن بقية اصحابه. رحت انا من الجهة اليمين للكشافة وطلعت صوت باب. كلهم انصدموا ونظروا بمصدر الصوت. قال أحد الأشخاص أنا بروح وأشوف الباب من اللي يفتحه وكيف انفتح. مسك إليكس كتف صاحبه وقال له لا أنا اللي بروح وأنتم ابقوا هنا. اضبطت الخطة وصار إليكس يمشي اتجاهي وها أنا استدرجته. انعزل إليكس عن أصحابه وصار يمشي لمصدر الصوت. ابتعد إليكس عن أصحابه وهذه فرصتي. رحت بسرعة وفتحت له باب في نهاية الممر أو نهاية الكهف علشان يدخل في الغرفة، وفعلا هذا اللي صار. بعد ما فتحت الباب اتجه إليكس إلى الباب ووقف عند الباب وقال في أحد هنا؟ أشغلت إنارة بسيطة في زاوية الغرفة على أساس أنه يدخل وما يوقف عند الباب. لما شاف الإنارة راح يمشي لها بسرعة، وهو ما أدري يحس أنها ذهب أو أنها فضة، بس هم الأمريكان يحبون الأشياء اللي نفس كذي. حبيت أني استدرجه بالشغل هذه. أول ما وصل بنص الغرفة سكرت عليه الباب، خاف وارتبك وصار ينادي لأصحابه، لكن للأسف ما حد يسمعه ولا راح يسمع أحد لأن الساحر اشتغل على بقية أصحابه. طلعت له من وراء الباب، تكلمت وقلت هذه جزات من يدخل مساكننا وهذا مصيره اللي يبي يصير له. استغرب الشاب والخوف باين لعيونه، قال بلهجته وبصوته انت ايش تبي ومنو وشلون تعيش هنا؟ صدمت وقلت هنا مسكن الجن. تعتعب كلامه وقال الجن؟ قلت ايه نعم، وهذا اللي بيضيعك انت وصاحبك. ما تدرون ولا حتى سمعت ان الجبل هذا مسكون من الجن؟ قال لا حنا مجرد مستكشفين ولكن ندري بهذا الشيء. قلت له وانا ادري انكم مستكشفين وادري ان لكم 3 أيام تبون تجون هنا. انصدم وقال كيف عرفت ومن اللي علمك بالاخبار هذه؟ طلع سكين وقال لو اقتربت لقتلتك. ضحكت وقلت اني برحمك واتركك، لكن بعد ردة فعلك هذه مصيرك من مصير اصحابك. رحت له اركض بسرعة وشلته من رجوله وضربته بالجدار وخليته يتعلق على ذيك الحديدة، حديدة العذاب. صار عالق بالجدار ودمه ينزف من ظهره ويكح دم. قبل ما يموت حضرت الجن عليه وخليته يشوف الجن بعينه، وانجن جنون الكاشف من اللي شافه وقلبت لون عيونه ابيض وصار الدم ينزل من عيونه بعد ما تلبسه احد افراد الجن. ايه نعم، كان احد افرادنا يطمح بشكل بشري، وها هو تجسد في ذاك الجسد للكاشف الامريكي. وحضرت عليه ذيك الاصوات المرعبة والمزعجة، الاصوات اللي تشتت تفكيرك، اصوات بكاء وصراخ واصوات تجنن. وهنا طلعت روح المستكشف بعد وفاة غامضة لا جثة ولا اثر له. طلعت من الغرفة وتركت الجن عنده ورحت للساحر واشوف ايش صار عليه وعلى بقية الاصحاب اللي وصيت عليهم. انصدمت بعد ما شفت الساحر طايح على الارض ويده على قلبه. رحت بسرعة ورفعت وجهه وانصدمت من فمه كله دم بدم وكان قلبه مجروح. قلت انت ايش فيك وش اللي حصل لك؟
كان يا الله يا الله يتكلم ويتعتع بكلامه، واللي فهمته انهم مسلحين، واطلق النار على قلبه. هذه آخر الكلمات اللي سمعتها من الساحر، وبعدها انقطعت انفاسه ومات الساحر. سكرت عيونه ورحت اتبع خطوات واثر اصحاب إليكس. بعد تتبع خطوات اثرية استكشفت انهم تفرقوا وكل واحد يمشي بطريق. تواصلت مع عبد القادر ووصيت على انه يستلم واحد منهم، وعلى اني انا محتاج حيل لان ما اقدر اسيطر عليهم اثنينهم. بعد ما كلمت عبد القادر وخليته يستلم واحد منهم، كملت اتبع اثر احدهم، وهنا شفت شخص كان معاهم وهو من احد الثلاثة المستكشفين اللي دخلوا الكهف. على طول اصدرت صوت. تتوقعون الصوت صوت شنو؟ كان صوت صاحبه الثاني على انه يجي ويساعدني، وكان صاحب اللي هرب معه هي بنت واللي راح يقتلها عبد القادر. استدرجت الشخص هذا بصوت زميلته، وها بدت تنجح الخطة. خليته ينزل بدرج مظلم وكئيب ومرعب، خليته ينزل الحالة بذاك الدرج، وجيت انا من وراه ودفيته، وطاح الرجال لنهاية الدرج وشبه اغمى عليه. حطيت صوت الساحر بوجهه وانا معصب ومنقذ، قلت هذا من اللي اغتله. كان ساكت وما يرد. حط يده وراء ويبي يطلع شيء او بيطلع حاجة. مسكت يده قبل ما يطلع شيء، واكتشفت انه بيطلع مسدس، وعرفت انه هو القاتل وهو صاحب المسدس. حذفت او رميت المسدس بعيد، وسحبت من ملابسه ووقفته، وحطيته على الجدار وقلت انتم جايين هنا تستكشفون ولا تقتلون؟ قطع كلامي عبد القادر وهو شايل جثة صاحبتهم على كتفه ورماها على الارض، وقال هذا طلبك ونفذته، اي خدمة ثانية؟ تكلم الشخص اللي بيدي وقال وصاحبنا الثالث وين؟ ضحكت وقلت هذا ميت من اول ما دخلتم. انصدمت من ردة فعل الرجال اللي انا ماسكه بيدي. وقف شعر جسمه وشعره قلب لونه ابيض، وكان حاط عيون على شيء بس ما ادري شنو. انا استغربت هذا ايش فيه خاف فجأة؟ انا ما سويت له شيء ولا قتلته. لحظة انا بشوف هذا وش يناظر. حطيت عيوني على المكان اللي هو يناظر فيه، وهنا شفت الطفل. اي ذاك الطفل وابن الساحر. كانت عيونه لونهم احمر حيل، وضاغط على يده من قوة الغار، واقف يناظر بالرجال اللي بيدي. صارخ الطفل بصوت عالي، وكان الصوت عكس عمره، وقال هذا من قتل ابي. بس هنا انا تأكدت انه هو القاتل. قال الطفل ما حد يقتله غيري. وخرت انا عنه وطاح الرجال بالارض. طلع الطفل صليبه وبدت الطلاسم لتحضير ابناء الساحر. حضور 21 جني وهم من ابناء الساحر. انجن الرجال وطار قلبه من اللي شافه. كان 21 جني حاقدين عليه. بدت الغرفة يتغير لونها ويتحول للون الأحمر، وبدت النار تشتغل من أطراف الغرفة. وهنا سمعت صوت مشي لسير عسكري. ناظرت وراء، وهنا شفت القائد وحراسته يمشون اتجاه الطفل. وقفوا بجنبه ويناظرون بالرجال الأمريكي. صار يصارخ الكاشف الأمريكي ويبكي من اللي يشوفه، وانجن جنونه. طلع الطفل خنجره الخاص وقطع راس الكاشف الامريكي، واسحبه مع شعره ورفعه قدام القائد واخوانه. صار الكل يصارخ ويرفع سلاحه. صفق القائد للطفل. من بعدها امر علي انا امام جنوده اني اكون ساحر الخاص بعد فقدانه للساحر الاول. انجزت الكثير من المهام واصبحت ساحر القائد الخاص، ويعتمد علي انا، وايضا انا حارسه الشخصي. نعم هم هكذا الجن، قائد وحارس شخصي، ومنهم جنود وجيش. هذه كلها أخبار واقعية وحقيقية، ما هي من الخيال. استمريت بالعيش بغرب ذاك الغاد، ونسيت شيء اسمه حياتي الأولى. أنا الآن ضمن الجن ولا أعرف شيء عن عالمنا. النهاية. العشرة اللي لو قتلني قدرها ما طاح. طلبتك كان للعشرة بقلبك قدر تعفيني. أنا ما فقت من طالع. يعطيكم العافية المشاهدة وما قصرتم يا رب، وإن شاء الله المقطع نال إعجابكم ونال رضاكم. هذه نهاية القصة، ما لها لا بار ثانية ولا شيء. حاب إني أكسر قاعدة القصص الجن اللي ببالنا إنه يرجع لعالمنا ومدري شو. لا، خليت هالمرة بعالمهم، خليته يعيش ويصير جني ويتعايش بعالمهم. مجرد تأليف خيالي واسع. حبيت اني انوع بهالقصة، وان شاء الله انها تعجبكم، ويعطيكم العافية المشاهدة وما قصرتم. واللي ما سوى لايك يسوي لايك ويدعمونا، ولا تحرمونا من دعمكم. مجرد لايك، مجرد انك تحفزني وتعوضني على التعب اللي يتعب على القناة.
مؤلف وراوي بنفس الوقت، يعني مرة جدا تعب ما يوصف. على العموم استمروا بدعمكم، الله يعطيكم العافية. سناب يظهر لكم على الشاشة، اللي حاب يضيفني سناب تابع يومياتي، ادخل اماكن مهجورة نوعا ما، اتكلم عن القصص وكذي. حياكم كلكم سناب واتشرف فيكم. وبس اتوقع وصلت الفيديو، لا تحرمونا من دعمكم، مجرد لايك وبس كذا. حاب تسعدنا بكومنت، الله يعطيك العافية. اتوقع وصلت الفيديو، اتمنى منكم لايك واشتراك، ومع السلامة. العشرة اللي لو قتلني قدرها ما طاح، طلبت